عاملين ايه حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جولة جديدة وفيديو جديد وان شاء الله تستفادوا منه. بقالنا كتير قوي ما عملناش جولة السوبر ماركت. عايزة اقول لكم ان انا سمعت ان جملة ماركت عاملة خصومات وعروض، عروض الجمعة البيضاء، او هم مسمينها يعني الاورنج فرايداي، يعني الجمعة البرتقاني بالنسبة لهم عشان هم يعني لونهم برتقاني. المهم ان العروض بتاعتهم خميس وجمعة وسبت، تمام كده. يعني الفيديو ده هينزل يوم الخميس، الفيديو ده متصور يوم الاربع، تمام. انا بسجله لكم الاربع وهينزل يوم الخميس، لكن العروض يا جماعة هتبدأ خميس جمعة سبت. ومش اللي انا مصورها لكم دي، لا، ده عروض بتوصل ل50%. انا معرفتهاش غير لما رحت عشان اصور، فقلت اقول لكم عشان لما تنزلوا تروحوا تشوفوا الاسعار والعروض. ولو انا عرفت انزل اصور لكم تاني هقول لكم. علبة الصلصة 800 جرام اللي هي روز جاردن دي ب 68، والصغيرة بتاعتها ب33، تمام، اللي هي 350 جرام. اما بقى التونة التلاتة مع بعض القطع، الاول التلاتة مع بعض اللي هي المفتتة ب85، والتلاتة القطع ب140، التلاتة عرض برضو مع بعض، تمام. المكرونة دي اسمها رويال ب25 جنيه الكيلو. كل الانواع منها موجودة. بصوا اللي هي القواقع او الصدف، في المرمرية، في الشعرية ولسان العصفور، كل الانواع والفرن. وفي كمان اللي هي عاملة زي اسمها سوسته دي، ولا مش عارفة اسمها ايه، المهم هي دي، تمام. الكيلو منها ب25 جنيه. في اسعار مكرونات كتير عندهم عليها عروض، هوريها لكم كلها، تمام. الحلو فيها انها في منها كميات وكل الانواع متوفرة. يعني اكتر نوع مكرونة شفته في حياتي في كل الانواع، شعرية ولسان العصفور والفرن والمرمرية والخواتم، وكله كله كله تمام كده، حتى القواقع والسوستة. خل روز جاردن ب14 جنيه. ودي مناديل التواليت ب58 جنيه الست قطع. برضو عندهم عروض على مناديل المطبخ حلوة، هوريها لكم. هنشوف النهاردة اللحوم والفراخ والرنجة والزيت والسكر وكله، والمكرونة والرز وبقوليات. برضو هنشوف حاجات كتير قوي في الجولة دي. دي مكرونة سايبة ب23 جنيه، ودي روز جاردن ب27 جنيه بكل انواعها برضو، تمام. بالمناسبة حطوا لايك للفيديو حلوين، والناس اللي بتشوفني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة. ده سعر مكرونة الملكة هي اغلى انواع المكرونة، الكيلو بتاعها ب33 جنيه بكل انواعه، تمام. انا بصور لكم الكيلوهات لانها اوفر الصراحة. يعني انا عن نفسي لما بجيب الكيلوهات اوفر بكتير. مكرونة بسيطة برضو حلوة، سعرها 28 جنيه، تمام. وحلوة في الاستخدام، يعني انا مجربوها. الشعرية ولسان العصفور كله انا مجربوها الصراحة، بسيطة دي حلوة عجباني. طبعا الملكة لا يعلى عليها الصراحة، والمطبخ كمان جميلة، من احلى المكرونات اللي جربتها المطبخ. قلت ايه، نخلينا هيلسي شوية وصحيين كده، واصور لكم زيت الزيتون بكل. بصوا هو انواع مختلفة، ولو حد فيكم جرب نوع حلو يقول لنا عليه في الكومنتات. دي اسعاره ماشي، يعني وادي الربع كيلو ب285، ربع كيلو اللي هي الازازة الصغنطوطي دي، تمام. والنص كيلو منه ب444، تمام. ده بعد العرض يا جماعة. طبعا انتوا شايفين الاسعار قبل العرض وبعد العرض، تمام كده. الاسعار قدامكم. دي وادي دي معروفة، ماشي، وادي فود معروفة ب399 جنيه اهو، تمام كده. في نوعين عنده على فكرة. في نوع وادي فود اللزقة اللي عليه حمرا، وفي اللزقة سودا، واللزقة السودا بتكون اغلى من الحمرا. يعني ده ب300 300 حاجة و40، والتاني 444. خوشالة طبعا لا يعلى عليها، معروفة، شركة نظيفة جدا ومعروفة، منتجاتها كلها معروفة، ب329 جنيه، اللي هو النص لتر، تمام. اما الربع ب180 تقريبا، 180. يعني اسعارها ارخص من وادي فود، تمام. فانتوا برضو قولوا لنا في الكومنتات بتجيبوا انهي نوع، ماشي. زيت عافية ب85، دي اللي هي 800 ملي، وعباد مش ذرة، ماشي ماشي. هوريكم برضو الزيوت اللي هي العادية اللي هي الخليط دي اللي هي لتر الا ربع ب50 جنيه. في منه بقى اشكال كتير، ماشي. وصني ب58. دي روز جاردن دي لتر ب70 او ب69 بالظبط. وفي ده نوع تاني ب45،
ده برضو 700 او 650. ماشي. تعالوا اوريكم اسعار السمنة. دي فرن 2 كيلو الا ربع ب965 جنيه. ما شاء الله، والله ايه الاسعار دي، ما شاء الله. طب ما الفلاحي ارخص بكتير وانضف بصراحة، ما اكدبش عليكم يعني. بس انا بوريكم الاسعار برضو، لو حد متعود على الحاجات دي وبيجيبها من هنا تمام مفيش مشكلة. شيراتون برضو من انضف الانواع الصراحة. 800 جرام ب447، والكيلو ونص ب835. اما روز جاردن اللي هي 700 جرام ب300، والكيلو ونص ب625. زي ما انتوا شايفين دي كده اسعار اللي هي السمنة البلدي. اما بقى اسعار السمنة العادية فالكيس ده ب40 جنيه. الهانم وكريستال وروابي وجنة تقريبا اسعارهم واحدة. العلبة اللي هي كيلو او 800 جرام دلوقتي ما بقتش كيلو، تمنها 80 جنيه. تمام، 80 جنيه اللي هي اهي دي، 80 جنيه وربع يعني. وزي ما قلتلكوا جنة وروابي والهانم وكريستال اسعارهم زي بعض. تعالوا بقى نشوف الرز، وده اهم حاجة طبعا. الاسعار هنا الرز تقريبا من اول 28 جنيه لحد 38 جنيه. ماشي. اللي كان في ايدي ده ب30، اللي هو روز جاردن برضو. اما الحمد ده ب28، هتلاقوا فيه نسبة كسر شوية. ماشي، لا ب27، اسفة. انا كل حاجة موريكوا سعرها، بس انا يعني بشتغل من الذاكرة معاكوا. الصقر تقريبا ب33 جنيه، والصقر برضو الحبة بتاعته الحبة العريضة كويس اهو. ماشي. وزي ما قلتلكوا هو الرينج كده يعني 33. في رز تاني اوريجين ده برضو تقريبا ب33 او 34، هنشوف مع بعض. 33 تمام اهو. في رز الاولاني خالص اللي وريتهولكوا اسمه خالتي بهية، معرفش ايه خالتي بهية ده. المهم ده تاني نوع او نوع تاني يعني، اسفة. تمنه 36. وده رجب العطار، اسمه رجب العطار. بصراحة حبة نضيفة وعريضة وحلوة، بس كتير قوي يوصل ل36. وادي اسمه الوهاب تقريبا ب34، برضو الحبة العريضة دي. كل انواع الرز تقريبا اللي موجودة هناك. لقيت عندهم زيوت طبيعية، معظم الزيوت المتعارف عليها ب25 يعني. زيت الشاي واكليل الجبل، معرفش ازاي اكليل الجبل يعني بالسعر ده، بس ما علينا. هي دي الاسعار اللي موجودة هناك. وقولوا لنا بقى لو حد جرب الزيوت دي ولا لأ. يعني الصراحة انا مش عارفة، انا بحس ان الزيوت دي عايزة تيجي من مكان موثوق منه اكتر من كده، مش من الشركات دي. وقولوا لنا برضو لو حد جربها ونفعت معاه. معرفش زيت العنب ده ممكن يستخدم في ايه. شفت زيت ليمون وزيت برتقان وزيت قرفة، والله حاجات كتير قوي اول مرة اشوفها. لفتت نظري ولفت نظري السعر. وزيت الصعد ده ب20 بس، مش 25 يعني. بصوا هم اسعارهم 20، 25، 30، 35 اغلى حاجة. برتقان ب25. ماشي. كمية بقى وشركات مختلفة. في شركة العبوات بتاعتها اكبر شوية واسعارها اغلى شوية. يعني مثلا ده زيت قرنفل ب45، دي بقى اسعارها من 45 لحد 65 عشان تبقوا انتوا عارفين. وفي علبة كبيرة كده، بصوا ادي الاسعار اهي. علبة كبيرة قوي فيها زيت حبة البركة ب150، علبة اكبر شوية اهو. دي الصغيرة دي ب60 عادي. في بصوا الكبيرة دي، ايوه اللي مكتوب عليها رجب العطار دي ب150. ماشي. وبرضو في رجب العطار مجموعة زيوت للشعر ب68، اللي انتوا شايفينها دي. ماشي. معرفش ليه قلت اوريها لكم، يعني هي لفتت نظري فقلت اوريها لكم. اول مرة كنت اشوفها هناك الصراحة يعني. البارتيشن ده اول مرة اشوفه هناك. وده اسمه هفتكر لكم معايا اهو، كريم دهن النعام. معرفش ليه وبيعمل ايه او استخدامه ايه، معرفش. بس اهو شفته معاكوا كده وانا بمنتج ان هو لعلاج المفاصل. ماشي. لآلام الظهر والرقبة والمفاصل بوجه عام. فقلت اقول لكم لو حد عنده بقى خلفية عن هذا الموضوع يقول لنا في الكومنتات. البقوليات العدس ب50، الفول ب54، الفول المدشوش تقريبا ب44. حمص الشام 27، ده سعر الربع كيلو. خلي بالكم
ده سعر ربع كيلو في الحمص. اما بقى الفاصوليا فب70، اللوبيا ب54، الحمص الشام ب64، الرز البسمتي الهندي ب75، دي الحبة الرفيعة والطويلة. في نوع تاني ب85، وعلى فكرة كيلو وربع، يعني كيلو وعليه ربع، لانه ايه رز بسمتي ذهبي ورفيع برضو، هما تقريبا حبة واحدة، مكتوب كيلو عليه ربع لو خدتوا بالكم. في نوع تاني ب1 و40 رز بسمتي، بس بقى الحبة اللي هي القصيرة العريضة اللي هي ما بتزيدش دي وما بتستويش دي، عارفينها هي دي. ده صمغ عربي معرفش ليه، وده البندكر ب210، بس معرفش ليه الصمغ العربي اللي ب85 ده استخدامه ايه، لو انتوا عارفين قولولي. زعتر تركي ده سعر الربع 30 جنيه، بس مش زي الزعتر اللي احنا بنجيبه، يعني في زعتر كده عامل زي الورق اللي بنفركه بايدينا ده، قولولي ده نوعه ايه او اسمه ايه، لاني مش بلاقيه بسهولة. اللي فات ده دقيق الروز جاردن ب21 جنيه، والسكر عندهم ب27 جنيه الروز جاردن برضو، ماشي. في نوع تاني ب27 ونوع ب28. البقسماط ده ب21، النوع ده حلو برضو، ماشي، اسمه بريدي. و اللي هو ريتش باك ب22. تمام. النوعين دول هم احلى نوعين في السوق عامة. تخيلوا المنخل ده الاقيه ب112 جنيه، استغربت الصراحة السعر قوي يعني. هو حلو كل حاجة وستانلس ونضيف، بس مش لدرجة 112. مع بصراحة الاسعار الادوات المنزلية عندهم يعني اسعارها غالية قوي. انتوا قولولي بالنسبة لكم برضو غالية؟ انا اتفاجئت بيها الصراحة. انتوا قولولي برضو، انتوا شايفين انها غالية ولا ايه؟ دول اسعار الطواجن 285، الصغير اللي هو مقاس 25، والكبير ب300 وحاجة. انتوا شوفوا بقى السعر. ده سعر الكوباية، على فكرة الكوباية الواحدة ب29 جنيه. الوانهم حلوة قوي، السادة منها ب18 جنيه ونص تقريبا، اللي هي الشفافة دي، ايوه هي دي. تمام. بس الالوان خطيرة بجد، في منها الالوان الشفافة وفي الالوان اللي هي مات كده مطفية. المج ده ب50، وفي مجات برضو وريتها لكم، بصوا دي اللي بقول لكم عليها، فيها مطفية كده بجد خطيرة قوي. على فكرة هي حجمها كبير، بس في التصوير باينة صغيرة، لان انا لاحظت كده، يعني انا كنت ماسكاها في ايدي كانت كبيرة. بصوا الالوان برضو الملونة الشفافة دي حلوة قوي. عايزه اقول لكم المج ده تمنه 85 جنيه، هو لومينارك وتقيل قوي قوي وكبير برضو عن التصوير، خلي بالكم. نيجي للترمس ده الستانلس، ده تمنه 475، سعره غالي، ده لتر واحد خلي بالكم. والترمس التاني ده برضو لتر تمنه 300 جنيه، ماشي. حاسه الاسعار بتاعتهم غاليه شويه شويه. لفت نظري ان ده ب250، كتير عليه بصراحه، كتير قوي ان يبقى اقل من لتر. ده ترمس صغير يعني. دول كمان اسعارهم غاليين، يعني لو شفتوا الجولة عند ابو حمدي انا مصوراه معاه ب45 جنيه تقريبا، ماشي. فهنا ب65 و80، فاهمين؟ اهو ده مثلا ده ب62 كده. لو ما شفتوش الجولة بتاعت ابو حمدي هتلاقوها على قناتي التانية، هسيب لكم اللينك في التعليقات. العلب دي مع بعض برضو سواء الاربعة او التلاتة ب100 جنيه، ماشي. وبرضو دول قلت اوريهم لكم بما اننا دخلنا قسم المنزلي، يعني هم تقريبا اسعارهم بتتراوح من حاجة و20 لما لا نهاية. يعني مثلا دي ب80، بصراحة اوفر قوي عليها السعر، ماشي. دي ب23، يعني ها ماشي حالها. دي جميلة الصراحة ب45، عجبتني قوي، شكلها حلو. دي برضو ب20، الحمرا دي شكلها حلو. فده رينج اسعارهم، تمام. كل قطعة بيكون عليها سعرها. العلب دي برضو سعرهم 120 جنيه، عجبوني الصراحة، هما حجمهم حلو، 3 مع بعض، وفي حجم اصغر شوية 4 مع بعض وبنفس السعر ب120 جنيه. في كمان دفايات سرير صغير وسرير كبير. السرير الكبير ب350، خفيفة قوي على انها تكون ب350، والسرير الصغير ب250 تقريبا يعني، او 220، اسف 220 بعد العرض، يعني كانت ب250 بقت ب220. دي سرير صغير اللي هي 130 في 180، تمام. التانية 180 في 220، عشان تبقوا انتوا عارفين برضو المقاسات. السعر خلاص احنا قلنا 350 و220. دي بقى مناديل فاميليا
6 مطبخ و2 هدية ب68 جنيه، يعني 8 رول مع بعض ب68 جنيه. سعرهم كويس اوي الصراحة. ماشي، بس انا ما جربتهاش فاميليا دي. لو انتوا جربتوها قولولي برضو في الكومنتات. الزيت ده كله ب42 جنيه، وروز جاردن ب69. ماشي، وفي دودو ده ب45 اللي هو 700 ملي. الزيوت بقت انواعها كتير اوي الصراحة، كتير اوي اوي يعني. في روز جاردن ده ب65، لا بافاريا، اسمه بافاريا باين او حاجة كده، حاجة شبه كده يعني، عشان روز جاردن ب70 لكن ده ب65. بط العابد بقى مش حاطين سعر للكيلو، حاطين اوزان، اللي هو من 2600 ل2700 بكذا، ب300 ومش عارف كام، من 2700 ل2800 اهو ده السعر. بيبدأ من 357 جنيه لحد بقى اوزان كتير بأسعار مختلفة. ماشي، يعني زي ما انتوا شايفين. لا، ده هو مش بيبدأ ب357، ده هو بينتهي ب357 وبيبدأ من 311. ماشي. تعالوا اوريكم سعر الكبدة. الكبدة ب120 جنيه، والكلاوي ب170 جنيه، والكبدة الضاني ب170 جنيه. القسم ده بتاع البرازيلي، ودي لحمة مكعبات ب325 لحمة برازيلي، والمفروم 275. عشان في قسم هندي هوريهولكوا كمان شوية، وفي قسم البلدي بقى. البفتيك برضو ب325. ماشي، والشاورما برضو بتبقى زي البفتيك تقريبا 325 برضو. ده بقى قسم الهندي ارخص شوية، 265 البفتيك والشاورما، و210 كفتة او سجق او مفروم، 210. تمام. نيجي بقى للقسم الحلو بقى، اللي هو البلدي بقى. اولا اللية ب325 جنيه، سعر كيلو اللية 325 جنيه. الضاني ب500 جنيه، فخدة ضاني 500. ماشي. في ريش بقى، ماشي، ريش ضاني برضو. وفي بعد كده بقى اللحمة اللي هي البلدي 440، اللي هي الشاورما ب440 جنيه. ماشي، وبيبقى زيها البفتيك على فكرة 440. لكن لحمة الخضار ب385. ماشي، 385. 370 ايه بقى؟ السجق والمفروم والبرجر 370، دول البلدي. المخللات ارخص حاجة الصراحة، يعني قلت ايه اوريكم حاجة سعرها رخيص في الفيديو ده بقى، نشوف حاجة سعرها بسيط شوية. ماشي، زي ما انتم شايفين المشكل ب24، الجزر ب20، الهالبينو ب32، الزيتون ده سعر الربع كيلو 32.5، ده سعر الربع كيلو. تمام. في كمان زيتون مخلي الربع ب40، وفي الكلاماتا الربع ب95. ماشي، وكتير بقى حاجات كتير. اكتر حاجة لفتت نظري سعر الرنجة. ايه الاوفر ده؟ ليه الرنجة ب275؟ رنجة ابو السيد ولا ابو السيد ليه ب275؟ اوفر قوي يعني، سعر زيادة الصراحة. شفنا حاجات النهاردة في الفيديو اسعارها حلوة، وحاجات اسعارها يعني عادية. هستناكم تروحوا وتقولولي بقى العروض بتاعة يوم الخميس والجمعة عاملة ازاي. ما تنسوش يا حلوين تحطوا لايك للفيديو. اشوفكم في جولة جديدة، مع السلامة.